القصة تبدأ بذكريات جميلة عند ستيفي لما كانت بتحلم بوقت كانت فيه عيلتها مثالية. في الحلم والدها مايكل واقف معاها في المطبخ وبيعلمها خطوة بخطوة إزاي تعمل التوست الفرنساوي زي المحترفين. اللحظة كانت هادية ولطيفة لحد ما صوت بكاء أخوها الرضيع قطع كل حاجة. فجأة كل اهتمام الوالدين اتنقل للطفل الصغير اللي ضاعت منه اللهاية، وده خلى ستيفي تحس إنها اتسابت لوحدها. الحلم بدأ يتشوه أكتر لما اللهايات نفسها بدأت تقع من السما، وبعدين البيوت والذكريات اتكسرت قدامها وتحول كل شيء لكابوس. ستيفي صحيت مفزوعة وسمعت صوت أهلها بيتجادلوا بصوت عالي. اكتشفت إن شغل والدها في الموسيقى مش ماشي زي ما كانوا متوقعين، وإن والدتها جين بقت مش راضية عن الوضع وعايزة تغيير. ده أثر على ستيفي وخلاها تحس إن العيلة بتتفك، فقررت تعمل حاجة صغيرة تحاول تجمعهم بيها. قامت بدري وحضرت توست فرنساوي عشان كلهم يفطروا سوا. اتصرفت مع أخوها الرضيع بإبداع علشان يسكت ويتسلى، وبعدين راحت تخبر كل واحد من أهلها إن الفطار جاهز. على السفرة جين قالت لهم إنها تاني يوم مسافرة لجامعة داث عشان عندها مقابلة على وظيفة أستاذ مساعد. الكل وافق بسهولة إلا ستيفي اللي كانت مش حابة إن مامتها تمشي، لكن جين حاولت تطمنها وقالت إن الموضوع مجرد مقابلة. ستيفي وهي رايحة المدرسة كانت شاردة تماما لحد ما أخوها أليوت جه عندها وطلب مساعدتها يختار كتاب لتقرير مدرسي. راحت معاه المكتبة وهناك لاحظوا مكان مكتوب عليه للعاملين فقط، وأليوت طبعا دخل من غير تفكير. جوه المكان لقى صندوق لامع، فتحه ولقى كتاب اسمه أسطورة رجل الرمال. ستيفي وصلت له بسرعة، لكن موظف شافهم فجريوا بره المكان. في البيت إليوت وراها الكتاب واعترف إنه أخده من غير ما يدفع، وقال إنه بلا سعر وإنه مكتوب إنه يقدر يحقق الأحلام. قروا الكتاب سوا، لكنه كان غريب ومش مقنع بالنسبة لستيفي. بالليل وهي نايمة سمعت حركة، سرير إليوت بدأ يتحرك ويتزحلق بره الأوضة. البيت اتشق نصين والسرير اندفع بره وكأنه طيارة. ستيفي مسكت الملاية واتسحبت وراه، وإليوت كان مستمتع لأنه اكتشف إنه يقدر يتحكم بالسرير الطائر. ستيفي فضلت معلقة لحد ما تعبت ووقعت، لكن إليوت لحقها. طلعوا فوق السحاب وشافوا بيت شبه بيتهم بس فخم أكتر، وشافوا نور غريب. ولما ستيفي لمسته اتجمع وظهر منه رجل غريب قال إنه رجل الرمال وإنه يقدر يحقق الأحلام. بعد لحظات لقوا نفسهم نايمين في سريرهم وكأن ولا حاجة حصلت. الصبح الاتنين اكتشفوا إنهم حلموا نفس الحلم بالظبط، وده حير ستيفي. بصت من الشباك وشافت مامتها خارجة من البيت. باباها حاول يقنعها تقعد، لكن جين قالت إنها بتدور على مستقبل أفضل. ستيفي اتضايقت واتكسر منها إطار صورة العيلة. قطعة من الزجاج وقعت على كتاب رجل الرمال، ففتحته وقررت تجرب التعويذة. ردتها وفجأة لقت نفسها في عالم خيالي اسمه بلدة الإفطار. وهي بتدور على رجل الرمال خبطت في أخوها إليوت اللي طلع موجود في حلمها. كانوا ماشيين في بلدة الإفطار لحد ما سمعوا صوت تحت التلاجة. طلع دبدوب اسمه بولونيا توني، لعبة إليوت اللي كان فاكراها ضايعة، واتضح إن ستيفي اللي خبته. طلبوا منه يوصلهم لرجل الرمال، ووافق بعد تهديد بسيط. لكن الطريق اسود فجأة، وتوني قال إنهم لازم يعبروا نتمارة ملكة الكوابيس. فجأة الأكل في بلدة الإفطار اتقلب لوحوش وهجموهم، فصحوا بسرعة من الخضة. صحوا وإليوت جري للتلاجة فعلا ولقى توني هناك. ستيفي حاولت تنيموا تاني عشان يكملوا الحلم، لكن باباهم دخل وقطع عليها. في يومهم العادي كانوا في مطعم بيتزا، وستيفي سألت أبوها بصراحة لو ماما اشتغلت في دث هنروح معاها، لكن ما جاوبهاش. رجع واتفاجئت ستيفي برسالة على موبايله من ماما: اتقبلت. بعد ما ستيفي شافت رسالة والدتها على موبايل والدها وعرفت إن جين اتقبلت رسمياً في وظيفة جامعة داث، قضت باقي اليوم وهي متضايقة ومش قادرة تركز. وبالليل دخل عليها إليوت ولقاها قاعدة لوحدها، وسألها ليه شكلها حزين. ستيفي حكت له اللي عرفته، إن ماما اتقبلت وإن بابا مش عايز يغير حياته، وده معناه إنهم ممكن يتفرقوا، وممكن حياتهم تتشق نصين، وممكن هما الاتنين يبعدوا عن بعض.
إليوت اتوتر لكنه قرر يقف جنبها، واتفقوا إنهم لازم يوصلوا لرجل الرمال بأي طريقة، لأنهم شايفين إنه الوحيد اللي ممكن يصلح وضع أهلهم. الاتنين ناموا عشان يدخلوا الحلم سوا، وأول ما غمضوا عينيهم ظهروا تاني في عالم البيتزا، المكان اللي كل حاجة فيه مصنوعة من البيتزا. توني قال لهم إنهم لو ركزوا جامد وافتكروا إن ده حلم يقدروا يتحكموا في كل اللي بيحصل فيه، يعني يقدروا يعملوا حاجة اسمها الحلم الواعي. ستيفي قررت تسرع الموضوع، فنادت على نيتامارا صاحبة الكوابيس علشان تختصر الطريق وتروح للساحر الحقيقي. لكن النداء عمل عكس اللي كانت عايزاه، العالم اتغير فجأة، النور اختفى وكل البيتزا بدأت تدوب وتتشوه، وكائنات غريبة طلعت من الظلام وتحول المكان لكابوس كامل. إليوت اتخض وقلق جدا، فصحي من النوم غصب عنه، وده صحى ستيفي. رجعوا يحاولوا تاني، كل مرة يحاولوا يدخلوا الحلم نيتامارا كانت بتظهر بصورة مخيفة أكتر. مرة لقوا نفسهم في ممر طويل كله مرايات مشققة، مرة تانية كانوا في غابة شكلها مرعب والأصوات فيها غريبة، وكل مرة واحد منهم يتوتر فيصحى الاتنين معاً. وفي إحدى المحاولات ظهر أرنب عملاق مخيف مسكهم وبيحاول يطحنهم بين إيديه. ستيفي كانت على وشك إنها تستسلم، لكن إليوت مسك إيدها وقال لها إنه قوي، والكلام ده فجأة فعلا خلاه يبقى قوي في الحلم. طوله زاد، عضلاته كبرت، وقدر يتفلت من قبضة الأرنب وينقذها. لحظتها فهموا إنهم لما يمسكوا إيد بعض بيقدروا يسيطروا على الحلم بشكل كامل. مسكوا إيدين بعض كويس واتفقوا يواجهوا الأرنب. تحولت قبضتهم لقوة ديناميت متفجرة، وضربوا الأرنب ضربة واحدة خلته ينفجر ويتحول لقطع صغيرة. احتفلوا، لكن الاحتفال اتوقف فجأة لما الهواء اتغير وبدأ يبقى تقيل. صوت مخيف بدأ يتمتم حواليهم: اصحوا، اصحوا، ارجعوا. كانت نيتامارا، ريح قوية شالتهم من مكانهم، وكل ما تمسكوا أكتر صوتها يعلى أكتر. لكن بعد شوية الأصوات اختفت والضلمة راحت، ودقايق ولقوا نفسهم على رمال ذهبية بتلمع. كانوا قريبين جدا من قصر رجل الرمال. القلعة كانت عالية جدا، شكلها زي مبنى معمول من الضوء والرمل. دخلوا جوه وشافوا مخلوقات صغيرة اسمها السادلين بتشتغل في صمت. بعدها ظهر رجل الرمال بنفسه بهدوء وصوت لطيف، وقال لهم إنه مبسوط إنهم وصلوا، وإنه قليل جدا اللي بيقدروا يعدوا من عند نيتامارا. سألهم عن حلمهم الحقيقي فحكوا له كل حاجة عن أهلهم. رجل الرمال أخدهم في جولة جوه مصنع الأحلام، ووراهم إزاي كل حلم بيتكون من رمل سحري، وشرح لهم إنه يقدر يساعدهم. قدم لهم ساعة رملية كبيرة وقال لهم اقلبوا الساعة، ولما آخر حبة رمل تقع حلمكم هيبقى حقيقة مش هتتفرقوا عنها. قلبوا الساعة ورش عليهم رمل سحري، وفجأة صحيوا، ولما قاموا لقوا كل حاجة زي ما تمنوا. ماما رجعت البيت وقالت إنها مش هتسافر، بابا مبسوط، وأجواء البيت نفسها رجعت دافية زي زمان. اتفسحوا، لعبوا، ضحكوا، كل حلم كان بيتحقق قدامهم. لكن بالليل حاجات صغيرة بدأت تبان. الصورة اللي اتكسرت في الحقيقة كانت سليمة زي الجديدة. أوضة إليوت مترتبة ترتيب غريب مش عادي. إليوت قال في حاجة غلط، مسك الصورة ورماها على الحيطة. البيت اتشق من النص ورجع كل شيء زي قصر رجل الرمال. رجل الرمال ظهر وقال لهم إنهم لازم يستنوا لحد ما آخر حبة رمل تقع، وساعتها مش هيفتكروا إن ده حلم وهيعيشوا جوه وكأنه عالمهم الحقيقي. إليوت شد ستيفي علشان يهربوا، لكن رجل الرمال كلم ستيفي لوحدها وقال لها إنه شاف ذكريات أهليها، وإن الحقيقة إنهم مش هيرجعوا لبعض، وإن العالم اللي هي فيه ده أحسن لها. الكلام أثر فيها وخلاها تتردد. إليوت صرخ فيها تهرب، لكنها كانت مقتنعة إن الحلم أحسن. استخدمت قوتها في الحلم ورمت إليوت بعيد، وده صححه في العالم الحقيقي. إليوت صحي ولقى ستيفي نايمة وما بتفقش. نادى على باباه ومامته وودوها مركز طوارئ على طول، وهناك قال كل حاجة عن الأحلام وعن رجل الرمال وعن اللي حصل. أهله كانوا مذهولين ومش فاهمين، لكنه كان مصمم يرجع لها.
ستيفي في الحلم كانت عايشة أحلى لحظات مع النسخة المثالية من أهلها، لكن لما دخلت أوضتها لقت سرير واحد بس، ولقت إن وجود إليوت اختفى تماماً من عالمها. وقتها بدأ يجي في بالها مشهد من الحقيقة، يوم كانوا في الملاهي لما ما قدرتش تكسب لعبة وفضلت تعيط. إليوت وقتها شاركها اللعبة بتاعته وسموها بولونيا توني. وقتها قلبها وجعها وفهمت إنها مستحيل تعيش في حلم ما فيهوش أخوها. قعدت تعيط وتنادي على إليوت وترمي حاجات على الجدار عشان ترجع للحقيقة، لكن كان فاضل شوية بسيط ويقفل العالم. في الوقت ده إليوت كان واقف عند ستيفي في المركز الطبي وسمع صوته جوه دماغه. جاب كتاب رجل الرمال ونام وحاول يدخل الحلم تاني. واجه نايتمارا والكوابيس كانت بتحاول تطرده من الحلم. كانت بتقوله اصحى، ارجع، لكنه رفض وقال لها إنه مش هيسيب أخته. وقتها ظهرت له بشكلها الحقيقي وقالت إنها بتحميه من رجل الرمال، وإن الكوابيس مهمة لإنها بتخلي الإنسان يعرف قيمة اللي بيحبه. فتحت له الطريق ولقى باب ستيفي. دخل ولما شافته جريت عليه واحتضنته جامد. رجل الرمال غضب وبدأ يهجم عليهم، رماهم من فوق، لكن بولونيا كوني جابوا سرير إليوت الطائر في اللحظة المناسبة وأنقذهم. السادلين هجموا عليهم وحاولوا يوقفوا السرير، ورجل الرمال كان بيجهز لإغلاق القصر بالكامل. وفجأة ظهر والدهم وبعده والدتهم وشدوا بوابة الرمل ومنعوها تقفل، وجين ضربت رجل الرمال ضربة قوية. ستيفي شغلت زر الصاروخ في السرير وطاروا على مكان الساعة الرملية. كان فاضل حبة واحدة، امسكوا إيد بعض والوقت وقف. حولوا قبضتهم لقوة ديناميت وضربوا الساعة الرملية واتكسرت، وبمجرد ما اتكسرت رجعوا كلهم للعالم الحقيقي. بعد كام يوم العيلة كانت بتجهز نفسها للسفر لديث. المرة دي مايكل قرر يسيب كل حاجة ويمشي معاهم ويبدأ فرقته هناك عشان العيلة تفضل متحدة وما يفترقوش. وده كان الحلم الحقيقي اللي اتحقق لستيفي، مش حلم زائف. وقبل ما نقفل خليني أسألكم سؤال بسيط، كام عدد أركان الإسلام؟ سهل جدا، بس عايزة أشوف مين اللي هيكتبهم صح في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وصلوا على